اللهم خلصنا رفعت على اسمعنا ارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة. آمين. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم. كيريا ليسون ارحمنا يا الله. كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسون يا رب ارحم. كيريا ليسون ارحمنا يا الله. كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسون يا رب ارحم. كيريا ليسون ارحمنا يا الله. كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسون يا رب ارحم. كيريا ليسون ارحمنا يا الله. كيريا ليسون اسمعنا. كيريا ليسون كيريا ليسون. كيريا ليسون كيريا ليسون. قدوس رب الصباوت السماء والأرض ممتلئ من مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أيها الثالث القدوس ارحمنا. أيها الرب إله قوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدتنا ضيقتنا سواك. حل واخر واصفح لنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بردتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها معرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسم القدوس الذي دعا علينا برحمتك يا رب، وليسك خطا يا أنا. اللهم اجعلنا رمز حقنا أن نقول لك بشكر يا أبانا الذي في السماوات، تكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبدين. نصلي مع بعض التحليل. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا أن نفهم أقوالك المحية، وانهدنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس. اجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرحا القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازينا من أجل قصة أثمنا، لأنك وحدك متحنن طويل الأناة كثير الرحمة، بشفاعة قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. آمين. بعين متحننة يا رب انظر إلى ضعفي، فعما قليل تفنى حياتي وبأعمالي ليس لي خلاص، فلهذا أسأل بعين رحيمة. يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي ونجيني، بما أن الديان حاضر. اهتمي يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة،
فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. فلهذا اشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت هو محب البشر الصالح وحدك. يا باب الحياة العقلية، يا والدة الإله المكرمة، خلص الذين التجوا إليك بإيمان من الشدائد، لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد. المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع وحي، أدعى الكل أجل خلاص معد بخيرات منتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة، سهل حياتنا، ارشدنا لعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب. أحيطنا بملائكة القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين للنصر اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير محسوس غير محدود، فإنك مبارك الأبد آمين. ارحمنا 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 يا الله الآب، يا ضابط الكل ارحمنا 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 يا الله مخلصنا ارحمنا 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 يا الله ثم ارحمنا يا رب ارحم. اللهم اجعلنا مساكين ان نقول لك بشكر. يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. تعيشوا تصلوا، اتفضلوا. نرنم مع بعض ترنيمة علمني أنتظرك يا رب. كلنا حافظين الترنيمة أكيد صح؟ حافظين الترنيمة؟ نصلي مع بعض. علمني أنتظرك يا رب، أنتظرك يا رب، عرفني رؤيتك للدرب، رؤيتك للدرب، فحبك. نتابع ترنيمة مع بعض طيب فوق. معلش اسفين على العطل ده، نعيدها تاني معلش. نتابع مع بعض ترنيمة.
مش نجيب اللي بعديها. نجيب الترنيمة من أولها. طب نقول مع بعض واحدة واحدة كده. علمني أنتظرك يا رب، أنتظرك يا رب. علمني رؤيتك للدرب، رؤيتك للدرب. فليس لي سواك أنت سندي، وروحك يقودني، وكلامك سراجي. فليس لي سواك أنت سندي، وروحك يقودني، وكلامك سراجي. أشبعني بحبك الغني، بحبك الغني، وقودني بنورك السني، لنورك السني. فحبك أعظم طوق للنجاة، نبع رجايا في الصلاة، كل أملي في الحياة. فحبك أعظم طوق للنجاة، نبع رجايا في الصلاة، كل آمالي في الحياة. يا ربي افتح لي يا قلبي، افتح لي يا قلبي يا ربي. أنر لي يا عيني، أنر لي يا عيني، لكي يرى ذراعك تحيط بي، وصدرك يضمني، وشخصك يعتني بي، لكي أرى ذراعك تحيط بي، وصدرك يضمني، وشخصك يعتني بي. ده خلاص، ده قرار من الأول. نحفظ آيتنا النهاردة. الآية دي رقم كام؟ الآية دي رقم كام؟ 5 ولا 6؟ 6؟ النهاردة 6 يعني. آية النهاردة جميلة خالص خالص،
وفيها تأمل جميل قوي. يا ريت نحفظ الآية جميلة خالص ونتأمل فيها زي ما اتعلمنا. ايه؟ لا مش هي دي الآية، هتظهر دلوقتي الآية دي حاجة كده عشان المولود أعمى. لغاية ما تيجي الآية ظهرت. طيب ناخد الآية. لا، في آية اللي بعديها لغاية ما تظهر الآية. مش مسجلة؟ طب اكتبي لا أترككم يتامى لغاية ما تظهر الآية على الشاشة. احنا كنا عملنا زي استفتاء كده المرة اللي فاتت عن الاجتماع بتاعنا. في مشكلة مشتركة، هي مشكلة الصوت والولاد الصغيرين، صح كده؟ الصوت والولاد الصغيرين، صح؟ هي دي المشكلة الوحيدة كانت مشتركة يعني. بس هو إن شاء الله بعد طبعا كل سنة طيبين، الأسبوع اللي جاي هيبقى أسبوع الآلام وكده، وبعد أسبوع الآلام هيخش علينا النهضة. بعد النهضة نرجع تاني في اجتماعنا عادي. يعني أوعدكم بإذن ربنا بعد ما نرجع هيكون في نظام تاني جميل هيعجبكم بالنسبة لموضوع الولاد الصغيرة بالذات، فما تقلقوش منها دي. أنا أوعدكم بعد النهضة بإذن الله نكمل اجتماعنا هيكون في نظام أكتر من كده. دي حاجة تانية. الناس الحاجات المشتركة برضك بينكم بالنسبة للإيجابيات كان عاجبينها كلام القبطي. إيه رأيكم في القبطي؟ كان عاجبكم؟ في ناس كتير قوي كاتبة في الورق موضوع القبطي وموضوع الألحان. طبعا احنا وقفنا الألحان بسبب إن مبقاش مايكل بقى أبونا مرقص راح الدير. بس إن شاء الله لما يرجع نحاول لما يجينا في الاجتماع يدينا ألحان برضك، وهو أبونا برضك، ماشي؟ عشان كان في ناس كتير جدا عايزة الألحان. الحاجة اللي بعديها الناس عجبها برضك نظام الأسئلة، صح كده؟ مش كاتبين كده؟ محضر لكم النهارده شوية أسئلة برضك عشان ما تزعلوش. بس اللي عنده أي اقتراح أي حاجة يجي يقول. احنا عايزين ننجح الاجتماع وننشطه، بس هننجحه وننشطه بيكم انتم. اللي عنده اقتراح عنده مشكلة يجي يقول، واحنا نوعدكم بحلها ونعملها عشان خاطركم. بس لازم نتفاعل مع بعض، لازم يكون في تفاعل، صح؟ وفي ديمقراطية برضك، انت تقول رأيك وانا اقول رأيي، صح؟ ايه رأيكم في الآية دي؟ صغننة عشان صغننة. الآية دي معناها التأملي بتاعها جميل جدا جدا. طبعا احنا كلنا عارفين مين اللي قال الآية دي؟ مين اللي قالها؟ السيد المسيح قالها في إنجيل معلمنا يوحنا. هما كلمتين رد غطاهم: لن أترككم يتامى. كلمتين صغيرين بس معناهم كبير قوي قوي قوي، صح؟ كلمتين صغيرين بس معناها كبير قوي. يعني الكلمتين دول ما يعدوش علينا كده، ولا آية عدت علينا كده، لا دي معناها كبير قوي. بعد كده أنا اخترتها لكم. بس يا حبيبي صوت. اخترنا الآية دي من ضمن آيات الدقات اللي احنا كنا بناخدها مع بعض الشهر ده، صح؟ مش كنا بناخد الدقات؟ عشان كده حطيت لكم الآية دي وسط الدقات. فالمسيح النهارده جاي يقول لك بعد كل الدقات اللي احنا عشناها في الفترة اللي فاتت، الآيات تشجيعية عن الضيق أو غيره، جاي النهارده يقول لنا لن أترككم يتامى. لن يعني ده نهي، مش هسيبكم يتامى، مش هسيبكم لوحديكم، أنا معاكم. لن أترككم يتامى، لن أترككم يتامى. دي قالها في إنجيل معلمنا يوحنا 14-18. الشاهد بتاعها سهل خالص، نحفظ الشاهد بردك. يوحنا 14-18، معلمنا يوحنا 14-18 بتقول إيه؟ لن أترككم يتامى، لن أترككم يتامى.
نقولها بقى مع بعض، نقولها مع بعض في صوت احسن من كده، نقولها بصوت عالي. يلا. طيب ماشي، في احسن من كده. لن اترككم يتامى. انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح كام؟ حتى الشاهد بتاعها سهل، يعني هي آية سهلة والشاهد سهل. يوحنا 14 18 لن اترككم يتامى. لن ده فعل نهي خالص، مش هسيبكم، مش هسيبكم ايه؟ يتامى. نقولها تاني يلا عشان نحفظها ونحفظ الشاهد بتاعها. يلا. لن اترككم يتامى. يوحنا 14 18. اخر مرة عشان ناخد الفقرة اللي بعديها. لن اترككم يتامى. يوحنا 18. بس هي دي الآية بتاعتنا النهاردة، صغيرة وسهلة صح؟ ناخد قبطي، نراجع القبطي القديم، عشان بقى عايزين بعد النهضة بقى نحاول بقى نتكلم مع بعض باللغة بتاعتنا صح؟ لما مثلا اقول لكم ناني روحي تقولوا لي ايه؟ ناني روحي زي ما بقول لكم صح؟ عايز اقول لحد شكرا اقول له شبه موت. نزل على الشاشة اهي. طب نعده بقى من الاول طالما نزل على الشاشة، نعده من الاول. الناس محتفظة بالورق ولا لا؟ محتفظين بالورق؟ طيب برافو عليكم. مساء الخير يعني ايه؟ لا عايزين بقى مراجعة قوية، عشان دي يعتبر اخر مرة راجع فيها القبطي، والمرة الجاية ان شاء الله بعد النهضة، ففترة كبيرة، فربنا يستر ما تنسوش. مساء الخير يعني ايه؟ لا في احسن من كده. مساء الخير يعني ايه؟ ناني روحي. ناني روحي. طب الكلمة اللي بعديها السلام لك. احنا قلنا كلمة السلام يعني ايه؟ شيري. كلمة السلام يعني ايه؟ شيري. ولك يعني ناق. في كورة في الصعيد كاملة لغاية النهاردة، كورة في الصعيد كاملة لغاية النهاردة بيتكلموا قبطي، بيتكلموا قبطي صح؟ فدي لغتنا. الكلمة اللي بعديها بتقول ايه؟ عيد سعيد. نوفري شاي. عيد سعيد يعني ايه؟ نوفري شاي. طب لو واحد اسمه عيد سعيد نقول له ايه؟ لا نقول له عيد سعيد عشان ده اسمه هو. لكن دي مناسبة، دي مناسبة وقعتوا المرة دي. عيد سعيد يعني نوفري. عيد سعيد يعني لا عايزين في احسن من كده. هنقفل الشاشة دلوقتي ومع بعض شوف حفظتم ولا لا. ماشي. عيد سعيد يعني نوفري شاي. نوفري شاي. طب الكلمة اللي بعديها صباح الخير. احنا قلنا مساء الخير يعني ايه؟ ناني روحي. طب الكلمة المشتركة فين هنا؟ ناني. يبقى ناني يعني ايه؟ ده يعني الخير، زي مساء الخير، هي الكلمة دي المشتركة. يبقى ناني يعني الخير، تقوي الصباح. يبقى صباح الخير يعني ايه؟ ناني تقوي. ناني تقوي يعني صباح الخير. طب في كلمة تانية ولا لأ؟ مفيش تاني. طب فاكرين أخدنا كلمة بس ما كتبناهاش أنا على الشاشة، بس أخدناها مرة أخرى يعني إيه؟ انكسب. انكسب يعني مثلا بقول حاجة وحد مثلا يقول لي معلش يا باص نعيدها لنا تاني، قولها لنا مرة تاني. تقولوا لي إيه؟ انكسب. تقول لنا إيه؟ انكسب يعني مرة أخرى. مرة أخرى يعني إيه؟ انكسب. نحفظها عشان الناس مش حافظاها. مرة أخرى يعني إيه؟ انكسب. انكسب. مرة أخرى يعني انكسب. الشاشة راحت. نقول بقى نسمع، نتأكد بقى، ومش بالترتيب.
شكرا يعني، شكرا يعني. طيب صباح الخير، صباح الخير يعني نانيتو قوي. مساء الخير ناني روحي، ناني روحي. اسمها روحي بالهي، مش بالحاء، مش روحي، روحي. برضه جيت الشاشة. طيب كنت أمين في القليل فأقيمك على الكثير، محدش يبص في الشاشة. طيب مرة أخرى، مرة أخرى يعني انكيسو. أخدني إيه تاني؟ طب فكروني. إيه؟ عيد سعيد يعني. عيد سعيد نوفري شاي. عيد سعيد يعني نوفري شاي. عيد سعيد يعني نوفري شاي. طيب السلام لكم، لكم. السلام لكم يعني شيري نوتين، شيري. طب السلام لك شيري ناك، شيري، شيري ناك. طيب خلاص كفايه ابتي كده. ايه رايكم ناخد شويه اسئله عشان الناس اللي لسه نايمه نصحصحها شويه؟ الاسئله دي اللي هنعرضها النهارده اخدناها قبل كده، اخدناها قبل كده، بس عايزين ناكد عليها تاني وشوف الناس فاكره ولا لا. شوف الناس فاكره ولا لا. اول سؤال: ما هو اول وعد من الله للبشر؟ اول وعد ايه؟ نسل المرأة. ده اول وعد، متأكدين منه؟ طب نشوف كده الإجابة، نشوف كده الإجابة على الشاشة. نسل المرأة يسحق رأس الحي، ده أول وعد من الله للبشر. طب السؤال اللي بعديه يا رب يكون سهل: متى كان أول سماح من الله للإنسان بأكل اللحوم؟ بعد الطوفان؟ بعد الطوفان؟ متأكدين؟ متأكدين ولا بعد موسى؟ بعد الطوفان. طيب نشوف كده الإجابة. طيب برافو عليكم، بعد الطوفان، لأن الناس مذاكرة اهي. السؤال اللي بعده: من هو أول شخص ذكره كتاب أنه سبى؟ مين هو الأول واحد سبى؟ بجد؟ لوط؟ متأكدين؟ متأكدين لوط؟ طب نشوف كده الإجابة، نشوف الإجابة كده على الشاشة. لوط، برافو عليكم. طيب الناس مذاكرة اهو. طب السؤال اللي بعده: ما هي أول مرة ذكر فيها الضحك في الكتاب؟ سارة ولا رحيل؟ ولا رحيل؟ مش رحيل؟ لا مش سارة. بجد؟ طيب برافو. نشوف كده الإجابة. طيب نشوف الإجابة. ضحكت سارة في بطنها لما سمعت انها ايه ستلد فين؟ في شيخوختها. طيب الناس مذاكرة وبرافو عليكم. السؤال اللي بعده: من هو أول رجل تزوج امرأتين وماذا كان اسم الامرأتين؟ إبراهيم؟ لامك؟ ايه؟ أول رجل ذكر عنه كتاب إنه تزوج امرأتين. إبراهيم؟ طب مالك ولا لامك ولا إبراهيم؟ لامك اتزوج امرأتين، أول واحد زوج امرأتين. متأكدين؟ طب يشوف كده الإجابة بقى الفيصل أهم.
ما لحقناش اساميهم، بس في حد قال اساميهم. عادة وسلة. عادة وسلة. أول راجل تزوج امرأتين هو لامك، تزوج مين؟ عادة وسلة. طيب برافو عليكم، الناس مذاكرة حلو قوي. طب السؤال اللي بعده يا رب يطلع سهل. من هي أول امرأة لعنت وما كان نوع لعنتها؟ حواء؟ امرأة لوط؟ أول واحدة لعنت؟ حد عنده رأي تاني؟ آدم وحواء؟ امرأة لوط؟ طب نشوف كده الفيصل بتاعنا في الشاشة بتاعتنا. الفيصل هي اللي بتنفع في العراق. شوف كده الإجابة. أول امرأة لعنت هي امرأة لوط، إذ تحولت إلى عمود ملح. دي أول واحدة لعنت. أنا قلت أول امرأة اللي لعنت هنا بقى دي الحية، لكن عايزين امرأة. في فرق بين الامرأة والحية صح؟ ما قلتش إيه رأيكم إيه؟ طيب نشوف كده الإجابة. السؤال اللي بعده بيقول إيه؟ يا رب يطلع سهل. من هو أول شخص قيل في الكتاب المقدس إنه كان كاهنا؟ مين أول واحد كان كاهن؟ ملكي صادق؟ ملكي صادق؟ متأكدين؟ ولا هارون؟ مش هارون؟ طب الموافق على هارون زي كده يرفع ايده. زي ده انا بقول لكم هو هارون. متأكدين؟ انا اللي غلط؟ طب نشوف كده مين اللي غلط. ماشي؟ ملكي صادق. طيب برافو عليكم، تكسبوا المرة دي. السؤال اللي بعده. نشوف ايه السؤال اللي بعده. من هو أول رجل لعن؟ قايين ولا هابيل هو اللي قتل قايين؟ أنا حاسس إن بوظ لكم معلوماتكم خالص. معايا أنا المعلومات بتطير. ده هو قايين نزل على الشاشة، ما لحقناش نقول حاجة، ما لحقناش نضحك عليكم. قايين. طيب برافو عليكم. السؤال اللي بعده. من هو أول ابن أحزن والديه في زواجه؟ عيسو ولا يعقوب؟ عيسو ولا يعقوب؟ عيسو. يعني عيسو هو اللي أحزن والديه في زواجه. طب ليه؟ جوز من بنات الناس كنعانيين. طب نشوف كده الإجابة. عيسو لأنه تزوج 2 من بنات حس. طيب برافو عليكم، برافو عليكم. ما هي أول كذبة وردت في الكتاب؟ أول كذبة. الحية. يعني الحية لما كذبت على حواء، وحواء طبعا كنا عارفين القصة، يعني مش هتكلم فيها. شوف كده الإجابة. طيب نشوف الإجابة. هي قول الحية للشيطان، ليه الشيطان يعني لآدم، لن إيه؟ لن تموت. لن، لما الحية قالت لهم لو أكلتم الشجرة لن تموت. دي أول كذبة. طيب السؤال اللي بعده. من هو أول إنسان حلم أحلاما وتحققت؟ يوسف ولا دانيال؟ يوسف ولا دانيال؟
يعني قصة يوسف الأول بعد كده دانيال، ودانيال قبل يوسف؟ جد؟ امال انا بنقرا كتاب متشيب ولا ايه؟ بقرا بالانجليزي؟ طب نشوف كده الاجابه. يوسف الصديق. برافو عليكم. طب الناس مذاكره اهي. طب السؤال اللي بعده. من برافو عليكم. برافو عليكم. السؤال اللي بعده. من هم الساحرين الذين قاوما موسى مع ذكر اسمهم؟ مين هم؟ في 2 سحرة قوموا موسى. لا الساحرين. انا السؤال ده رقم 4، رابع مرة اقوله. خلاص شكرا عودي. رابع مرة اقول السؤال ده. مين هم الساحرين الذين قاوما موسى؟ اسمهم كده مركب. طب نعرفه مع بعض، وبعد النهضة افكركم بيه تاني ان شاء الله يعني. ماشي؟ مش هقول تاني، مش هغشش تاني، مش هغششه تاني. يانيس ويامبريس. يانيس ويامبريس. ما انا عارف هي قالتها. يانيس ويامبريس. حد عارف اتذكروا فين؟ برافو عليك. الاسمين دولت ما اتذكروش في سفر التكوين، اتذكروا في رسائل بولس الرسول. ما اتذكروش في سفر التكوين او في سفر الخروج، يعني ما في مرحلة كان عايش فيها موسى النبي، ما اتذكرش فيهم. اتذكروا من ضمن رسائل بولس الرسول. يانيس ويامبريس. السؤال اللي بعده يا رب يطلع سهل. ما هو آخر عدو سيبطل؟ الموت؟ الموت ولا الخطية؟ أجرة الخطية موت؟ متأكدين؟ يعني الموت برضك ولا الخطية؟ الموت. يعني الموت آخر عدو سيبطل. طب نشوف كده على الشاشة الإجابة إيه؟ الموت. برافو عليكم. إيه؟ يمبريس. في سؤال تاني؟ من كان شريك بولس الرسول في تبشير أهل كورنثوس؟ تيموثاوس؟ ايه البداية دي؟ مين اللي كان مع بولس الرسول في تبشير أهل كورنثوس؟ مين اللي كان مع بولس في تبشير أهل كورنثوس؟ أبولس ولا مرقس؟ هي جيت؟ عشان كده كنت بتجاوب يعني؟ الغلطة من عندنا يعني. طب مين هو بردك؟ أبولس. خلاص؟ ما لحقتش المرة دي أعمل معاكم أي حاجة. يعني بولس وأبولس بشروا في كورنثوس، نحفظها. بولس وأبولس بشروا في كورنثوس. طب السؤال اللي بعده. من هما الزوجان الذين جعل بيتهما كنيسة؟ من هما الزوجين؟ كيلا وبرسكيلا. كيلا وبرسكيلا. طب نشوف كده الإجابة. كيلا وبرسكيلا. إيه؟ أكيلا وبرسكيلا. طيب برافو عليكم. من هو الأسقف الذي كان حديث السن اتذكر في سفر من رسائل بولس الرسول؟ من هو اللي كان أسقف حديث السن صغير وقال له لا يستهين أحد بحدثتك؟ مين هو ده بقى؟
تيميساوس، قديس تيميساوس. طيب نشوف كده الإجابة. طيب برافو عليكم، برافو، ناس مذاكرة اهو. طيب في سؤال تاني أخدناه ده. من هو الشخص الذي بشره القديس بولس وهو في السجن ثم عمده في بيته؟ حارس السجن، السجان، يعني حارس السجن ولا السجان؟ في ناس بيقولوا حارس السجن مش السجان. هو بجد؟ طب عارفين الإجابة اللي تفصل؟ لو قلت له هو من هو السجان ده، اسمه سجان نقط. سجان فيليبي، يعني مش حارس السجن. لا مش حارس السجن، السجان. سجان فيليبي، سجان فيليبي. طب برافو عليكم، معلومات حلوة اهي. في سؤال تاني. من هو النبي الذي كان جميلا وأخفاه أبواه بعد ولادته 3 شهور؟ ما اعرفش بيجيبوا الإجابة دي منين. يعني مش داوود؟ مع الشاشة خلاص. مش هقدر كده أوقعكم. طيب موسى النبي. في سؤال تاني تقريبا آخر سؤال اللي جاي. من كان أكبر الناس عمر في تاريخ البشرية؟ متشالح؟ طالما الرجالة قالت متشالح يبقى متشالح، كلمة ما بترجعش. مش هقدر أضحك معاكم. طب متشالح قعد قد إيه؟ 969. يعني كان عنده 500 سنة، كان في عز شبابه. لما كان عنده 500 سنة ده كان في عز شبابه لسه، صح؟ متشالح الذي عاش 969. 969. في سؤال تاني ولا خلاص؟ لا خلاص كده. 969 متشالح. أصغر واحد 300 وحاجة. طيب كل سنة طيبين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. نكمل مع بعض دراستنا في إنجيل معلمنا يوحنا، بداية إصحاح 19. بداية إصحاح 19. حينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده، وضفر العسكر إكليلا من شوك، وضعوه على رأسه وألبسوه ثوب أرجوان، وكانوا يقولون السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه. فخرج بيلاطس أيضا خارجا وقال لهم: ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه علة واحدة. فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك،
وثوب الإرجوان. فقال لهم بيلاطس: هوذا الإنسان. فلما رأوه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين: اصلبه اصلبه. قال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واصلبوه، لأني لست أجد فيه علة. أجابه اليهود: لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب أن يموت، لأنه جعل نفسه ابن الله. فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا، فدخل أيضا إلى دار الولاية وقال ليسوع: من أين أنت؟ وأما يسوع فلم يعطيه جوابا. فقال له بيلاطس: أما تكلمني؟ ألست تعلم أن لي سلطانا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك؟ أجاب يسوع: لم يكن لك علي سلطان البتة، لو لم تكن قد أعطيت من فوق. لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم. من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه، ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين: إن أطلقنا هذا فلست محبا لقيصر. إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر. كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد آمين. احنا كنا في السبت اللي فات عرفنا ان اليهود خدوا المسيح وراحوا لدار الولاية عند بيلاطس البنطي، وكان معاهم قيافة رئيس الكهنة. وعرفنا قد ايه كانوا متعنتين مع رب المجد، وكانوا مصرين ان يقتلوه. حتى بيلاطس قال لهم كده: خدوه انتم واقتلوه. قالوا له: احنا ما بنقتلش حد. قال لهم: انا مش شايف في هذا الرجل علة عشان اقتله. كانوا مصرين على قتل المسيح، حتى لما فضل او حط لهم الاختيار في اختيارهم: اطلق لكم يسوع ولا باراباس؟ اختاروا باراباس اللص، وباراباس قاطع الطريق، وكان شخصية صعبة خالص. والحتة دي بتخلي الإنسان البعيد عن الله دايما لا يستطيع أن يفرز عمل ربنا. ما يعرفش يكون إنسان حكيم في اختياره. قد ظلمت أعينهم وظلمت آذانهم فلم يعرفوا الحق. مش شايفين في المسيح الإله المتجسد، مش شايفين في المسيح الإنسان الوديع المتواضع الذي كان يقول يصنع خيرا. دي طبيعة الناس الأشرار. لكن الناس الأبرار تلاقيهم ليهم العيون المتفتحة اللي يقدروا يميزوا صورة كلمة ربنا. عشان كده شفنا صورة اليهود اللي هم عارفين الشريعة، كانت أحكامهم شديدة على المسيح، في حين أن بيلاطس البنطي كان أممي، كان من اليونان أو الرومانيين، كان حاكم روماني، لكن كانت أحكامه حلوة. يدافع عن المسيح ويقول لهم إني لم أجد فيه علة عشان أصلبه. دي بعض الحاجات اللي وقفنا عليها المرة اللي فاتت.
بيلاطس لما شافهم مصرين ان هم يموتوا المسيح امر بيلاطس ان يجلد المسيح، والعساكر ضفروا اكليل شوك على راسه وبدأوا يستهزئوا بيه، ولبسوه ثوب من أرجوان القرمزي لونه الأحمر كنوع من الاستهزاء، وكانوا يقولون له السلام لك يا ملك إسرائيل، بنوع من الاستهزاء برضو. يبقى جلدوه، ضفروا إكليل شوك ووضعوه على رأسه، ألبسوه ثوب من أرجوان، وبدأوا يقولون السلام لك يا ملك إسرائيل. كل ده نوع من الاستهزاء، وكانوا يلطمونه، بيضربوه بالأقلام. قد إيه الإنسان بيبقى قاسي لما بيبعد عن ربنا، تبقى أحكامه شديدة لما بيبعد عن ربنا. قد إيه بيبعد عن فكر الكنسي والفكر الروحي لما بيكونش فيه كلمة ربنا حية فيه. عشان كده أحبائي، أولاد الله دايما خوف ربنا جواهم. أولاد الله دايما ليهم البصيرة الروحية، بيحبوا ربنا من قلبهم. نلاحظ ان بعد ما ضربوا السيد المسيح جلدوه وضفروا اكليل الشوك ولبسوه ثوب ارجواني ولطموه على وشه، بيلاطس للمرة التانية يخرج إلى الشعب وكل اليهود ويقول لهم كده: ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه علة. يعني قبل ما يسلمهم ليهم في الإصحاح 18 يقول لهم أني لم أجد فيه علة عشان أحكم عليه بالموت. أنتوا عاوزين تموتوه، خدوه موتوه. دي أول مرة. في الإصحاح 19 أدي تاني مرة يقف قدامهم بيلاطس عاوز يمتص غضب الشعب، وراح جلد المسيح وسابوا للعساكر عشان يلبسوه إكليل شوك عشان يستهزئوا بيه ويمتص غضب اليهود. لبسوه ثوب من أرجوان عشان برضو يمتص غضب الشعب. خلاص عملت اللي انتوا عاوزينه وكسرت الراجل اللي انتوا جايبينه، مع اني مش شايف فيه علة. طلع لهم مرة تاني يقول لهم إني لم أجد فيه علة البتة، لم أجد فيه علة واحدة عشان أموته، كفاية كده. ولكن القلب القاسي صعب، القلب القاسي صعب. فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان، فقال لهم بيلاطس: هو ذا الإنسان. ادي الإنسان اللي انتوا حبيتوا تموتوه، ادي دلوقتي جلدته، لبسته ثوب من أرجوان وحطوا على راسه إكليل شوك. هو ذا الإنسان اللي انتوا طالبينه. فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين: اصلبوا اصلبوا. شوفوا هنا القسوة كل مدى بتزيد، غلاظة القلب كل مدى بتتقفل، إنسان بيقفل. دي طبيعة الإنسان اللي عايش في العالم،
اللي عايش حسب فكر العالم قلبه بيبقى قاسي حتى على أخوه. لما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين. ده مش الشعب اللي صرخ، لا ده رؤساء الكنيسة، رؤساء شعب إسرائيل، الناس اللي عارفين بالشريعة والناس اللي عارفين كلمة ربنا حسب العهد القديم. هم دول اللي وقفوا قالوا له اصلبوا اصلبوا، دموا علينا وعلى أولادنا. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الناس دي اللي أحكامها شديدة؟ وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، في ناس من هذا النوع دايما بيدور على الغلط فين، ودايما قلبه قاسي، ما يبررش مواقف أحد أبدا، بل على العكس تلاقيه ناقم، ينقد، فكره هدام، مفيش مرة يجي الواحد يشجعه أو يعطيله أمل. عشان كده تلاقي الناس تبعد من الناس اللي أحكامها شديدة. الناس اللي أحكامها شديدة الناس تبعد عنها، لأنه ما عندوش رجاء ولا يعطي رجاء. يا ريتنا ما نكونش من هذا النوع أبدا. أولاد الله دايما يرقون بسرعة. ممكن نشد، ممكن ناخد موقف، لكن ما يكونش أسلوب حياتي ناقم وناقد وأحكام جديدة على الناس. هنا معلمنا يوحنا في إنجيله بيوضح لنا إن الناس اللي قاسي قلبهم هم كهنة الشعب والخدام، وكانوا يصرخون اصلبوا اصلبوا. لدرجة إن بيلاطس كان يعني بيستغرب، انتوا مصرين على ايه؟ عاوزين تموتوا انسان بريء ليه؟ تعرفوا كان السبب ايه؟ ان كانت ليهم مكانة عند الشعب، ولما جه المسيح بدأ الشعب يلتف حوالين المسيح، وبدأوا هم ما ينفعوش في حاجة، لدرجة ان رئيس الكهنة جه قال للكهنة كده: أنتم لا تنفعون شيء، هوذا الكل قد صار وراءه. غيرة مرة، ده اللي كان مخلي رؤساء الكهنة وكهنة الشعب يحنقون على المسيح ويطلبون أن يصلبوه. غيرة، وعاوزين يصطادوه بكلمة. عشان كده الغيرة المرة تخلي الإنسان قاسي القلب. الإنسان اللي يبص لأخوه في غيرة عاوز يبقى أحسن من أخوه، ده إنسان ما يبنيش نفسه أبدا. لكن الإنسان اللي يحب أخوه ويصلي من أجله ربنا يعطيله أكتر مما عنده. هؤلاء رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين: اصلبوه اصلبوه. فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واصلبوه. انتوا شايفين ان هو يستوجب الموت، خذوه انتوا واقتلوه، لأني لست أجد فيه علة. حكم رؤساء الكهنة قاسي: اصلبوه موتوا، في حين ان حكم بيلاطس الأممي مع انه حاكم، وحاكم رومانيا معروف عنهم بالشدة والعنف،
لكن لما قعد مع المسيح ما شافش فيه أبدا حاجة وحشة، بل على العكس كان يهابه وخايف منه. هل أنت ملك اليهود؟ كان يسأله كده، يقول له أنت قلت. فكان يهاب المسيح وكان بيدافع عنه وعاوز يطلقه، لدرجة قال لهم كده خدوه انتوا اصلبوه، أنا لم أجد فيه علة. أجابه اليهود لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت. والحجة إيه؟ لأنه جعل نفسه ابن الله. دي الحجة، جعل نفسه أنه ابن الله، وهم عارفين أنه هو ابن يوسف، فازاي ينسب نفسه لله وهم عارفين أنه هو ابن يوسف النجار؟ فكانت بعيدة عن ذهنهم، كانش عارفين يستجمعوها. فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا. دي بتفكرني يا أحبائي، فاكرين يونان لما كان في السفينة؟ كان الناس خايفين في السفينة للسفينة تغرق، فكان كل واحد فيهم بيصلي لإلهه لعل الآلهة تسمع. ولما دخل ربان السفينة جوه السفينة لقى يونان نايم، قال له قوم اصرخ لإلهك لعل الآلهة تسمع فيزول عنا النوء، يعني الموج يهدى. ولكن لما بدأ يونان يقوم ويحكي لهم حكايته، في حكاية يونان بدأوا يخافوا، فخافوا خوفا عظيما. قالوا له نعمل لك ايه؟ قال لهم ارموني في المية والموج يهدى. ولما عملوا ما طلب منهم يونان، ولما رموه في البحر ايه اللي حصل؟ الهدوء في البحر خالص. طب النواتية قالوا ايه؟ يقول كده خافوا خوفا عظيما جدا، مش كده؟ الله، طب ما الهدوء جه، الامواج العالية دي خلاص انتهت، المفروض تتبسطوا وتفرحوا. لا، ده خافوا. خافوا ليه؟ لأن إله يونان حاضر. إن أولاد الله كثيرا ما يكون قساة القلب، في حين أن الذين بر الإيمان يشعرون بخوف ربنا أكتر مننا. لما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا، فدخل أيضا إلى دار الولاية وقال ليسوع من أنت؟ أنت مين؟ عاوز أعرف. إنسان بيسأل، وحتى وإن كان حاكم، أنا عاوز أعرفك أنت مين. أما يسوع فلم يعطيه جوابا. ربنا عاوز يستنى عليه. فقال له بيلاطس أما تكلمني؟ أنا بتكلم معاك مش تكلمني؟ ألست تعلم أن لي سلطانا أن أصلبك ولي سلطانا أن أطلقك؟ أنت بتعرفش أن أنت واقف عند الحاكم الروماني اللي في إيده حياتك وموتك؟ شوفوا بقى رب المجد بيدل على أنه له سلطان، لا يخاف الموت وإنما جاء من أجل الموت لكي ما يفدي الجنس البشري من سلطان الشيطان. أجاب يسوع لم يكن لك علي سلطان البتة. أنت ملكش سلطان علي خالص. ده ربنا بيتكلم، ربنا يسوع بيتكلم مع بيلاطس. أنت لك سلطانك أن أنت تميت الإنسان أو تحييه، لكن أنت ملكش سلطان علي. لو لم تكن قد أعطيت من فوق
يعني إذا ما كنتش أخدت الإذن من فوق من السماء ملكش سلطان عليا. لذلك الذي أرسلني إليك له خطية أعظم، الذي أسلمني إليك له خطية أعظم. المقصود به طبعا يهوذا الإسخريوطي. من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه، ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين: إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر. كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. هو بيلاطس كان متعاطف مع السيد المسيح وعاوز يطلقه، ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين: إن أطلقته فأنت ما بتحبش كده قيصر. بيلاطس وهيرودس كانوا ولاة، وكان يرأسهم قيصر اللي هو الملك نفسه بقى، يعني عامل زي محافظ اسكندرية ومحافظ القاهرة، والاتنين يخضعوا لرئيس الجمهورية. واخدين بالكم؟ فبيلاطس زي محافظ، فاليهود بيقولوا له كده: انت لو ما نفذتش الكلام ده يبقى انت ما بتحبش الملك. عاوزين ايه؟ يضغطوا على هيرودس، على بيلاطس، ان هو ايه؟ يسمع كلامه. انت لو ما نفذتش الكلام ده يبقى انت ما بتحبش قيصر، وكل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. وقال المسيح عن نفسه ان هو ملك. ازاي بقى يبقى ملك وانت تسيبه؟ شايفون الكلام اللف بتاعهم ايه؟ يعني المسيح بيقول ان انا ملك، واحنا جايبينه لانه بيقاوم قيصر. ازاي ما لناش ملك غير قيصر؟ فانت دلوقتي بتطلب ان هو تمشيه وما نصلبهوش، يبقى انت بتقاوم قيصر. واحنا لا نتعامل مع احد بيدعي انه ملك وهو مش ملك. يعني بيثبتوا لبيلاطس ان المسيح مذنب، بيدعي الملك وهو مش ملك، واحنا ملناش ملك غير قيصر. فحكمنا عليه ان احنا مش عاوزينه لانه ملناش ملك غير قيصر. ولذلك بيلاطس لما خد المسيح وصلبه كتب الحكم على المسيح من فوق. كان دايما يكتبوا الحكم على المذنب فوق الصليب. مكتوب عليه ايه؟ هذا هو ملك اليهود. فلما وقفوا قدام بيلاطس قالوا لا مش ملك اليهود، بيلزموه ان هو يطلق الحكم بالموت المسيح. بكده نبقى خلصنا الجزء الأولاني من إصحاح 19، وإن شاء الله بعد العيد نبقى نكمل مع بعض. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. نسحب ورق طنبولة رقم 4 رجال، رقم 4 رجال، رقم 61 سيدات، رقم 25 سيدات، رقم 15 رجال، رقم 15 فيش،
رقم 6 رجال. رقم 77 سيدات. رقم 46 سيدات. رقم 12 رجال. رقم 12. رقم 13 رجال برضو مفيش. رقم 18 رجال سيدات 18. رقم 69 سيدات. رقم 17 رجال 17 رجال. رقم 18 رجال 18. انتوا متأكدين ان بتبعتوا الارقام صح؟ رقم 15 سيدات. رقم 51 سيدات. رقم 10 رجال. رقم 10. رقم 2 رجال مش موجود برضو. رقم 3. رقم 20 سيدات. خلاص. رجال لسه في هدايا تاني 2. رقم 16 رجال. في واحد هنا. رقم 19 رجال ورا خالص كده. خلاص تعيشوا وتصلوا. بكرة إن شاء الله في 3 قداسات من 8 ل10 ومن 1 ل3 ومن 3 ل5. بتهيألي كلنا عارفين إن أبونا فانوس الأنبا بولا تنيح النهاردة. هو بقى يذكرنا في السماء عشان نكمل إحنا كمان أيام غربتنا. نعم. السبت الجاي في اجتماع ايه؟ درس الكتاب يعني؟ في عشية الشعانين موجود. في عشية الشعانين ودورة الشعانين موجود. يعني يوم السبت الجاي في عشية الشعانين لازم كلنا نحضر، وهيكون في درس كتاب ان شاء الله. لو في وقت هندي درس كتاب. ويوم الحد يبقى قداس الشعانين قداس واحد هنعمله من بدري عشان بياخد وقت طويل وقراءات طويلة. ان شاء الله نبدأ الساعة 6 ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. تفضلوا. كان في تنبيه اقوله لكم قبل ما نصلي. في الكانتين في ملوحة من أسوان لشم النسيم، وفي لحمة قطع ولحمة مفرومة بفتيك وكبدة وبط وفراخ، وفي رومي، وهينزل يوم الخميس إن شاء الله. أنا بنقول الكلام ده لأن في ناس بتيجي في نص أسبوع الآلام ما بتلاقيش، فاللي يحب يحجز دلوقتي أفضل، لأن لو في احتياج بنقدر نجيبه في خلال اليومين دول. في أيام أسبوع الآلام محدش بيرضى من الأديرة بينزل تاني، فاللي محتاج حاجة دلوقتي بسرعة قبل ما تخلص. كل سنة وانتم طيبين. طوبى للرحماء على المساكين، فن الرحمة تحل، والمسيح يرحمهم
متين ويحل بروح قدس فيهم. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حبيب نفوسنا ربنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب من أعماق القلب لأنك دايما يا رب بتجمعنا في بيتك، تعطينا يا رب من كلمات الروح القدس لكيما تثبتها في قلوبنا. قادر يا رب أن تجعل كلماتك تكون دروس نافعة لحياتنا، لا نكون سامعين فقط ناخد دينونة لأنفسنا، بل نكون سامعين